السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. قبل ما نبدأ ما تنسوش تذكروا الله. طولت عليكم كتير طبعا، بقالي شوية مش بنزل لكم فيديوهات. هنعمل مع بعض دلوقتي حلوى ام علي او طاجن ام علي. هي العلبة بيجي فيها كيسين، كيس كده عامل زي العيش، والكيس التاني اللي هو القشطة اللي انا فضيته في الحلة دلوقتي وحطيت عليه كوباية من اللبن. وهفضل اقلب كده على نار هادية لغاية ما الخليط اللي معايا يتقل والقوام يتقل بالشكل ده. وبعدين الكيس التاني اللي هو عامل زي العيش ده هفضيه في الطواجن اللي عندي، سواء طاجن كبير او طواجن صغيرة على حسب اللي عندكم. انا هوزعه كده على طواجن صغيرة. وبعدين هنزل بالمزيج اللي انا عملته على النار دلوقتي او الخليط اللي هو بتاع القشطة، وهوزع كده على كل الطواجن اللي عندي. ومعايا كيلو الا ربع من اللبن، هوزعه برضه على كل الطواجن اللي معايا بعد ما احط الخليط كده. واهم حاجة ما تنسوش ان انتوا تكونوا مسخنين الفرن قبلها وفاتحين الشواية. وممكن تستبدلوا الطواجن لو مش عندكم طواجن بأي حاجة ممكن تدخل الفرن عادي جدا، مش هتفرق. ودلوقتي هحط بقى على كل الطواجن اللي معايا، هحط معلقة كبيرة من الزبدة على الوش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعدين هندخلها الفرن على الشبكة في النص، وهنستنى عليها بقى كده لما الوش ياخد لون، ونخلي بالنا عشان الوش ما يتحرقش. هنتابعها. بصوا شايفين كده الزبدة بقى بتبقبق كده في الفرن ازاي. وبكده نكون عملنا مع بعض طاجن ام علي. يا رب يكون عجبكم الفيديو. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واكتبوا لي في الكومنتس عايزين تشوفوا ايه الفيديوهات اللي جايه. وفي نهايه الفيديو متنسوش تصلوا على النبي وبس. باي.